الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل، لأننا قدنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا وما ننساهمش أبدا، وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا، عارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. وأنا نتذكر دائما تعليق تاع واحد من الإخوة المجاهدين بالماضي في سنة 56 عندما فوجئنا جميعا، قال كنا باغيين نعملوا ثورة، الشعب عمل لنا عرس. الشعب عمل لنا عرس معناه فتح الديار نتاعو، خرج الزرابة نتاعو ولا خرج العصاير نتاعو، كل شيء قال يا مجاهدين تفضلوا. هذا كل وما أكسب فهو على كل حال تحت تصرف الثورة. وليست ثورة عائلة مالكة، الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، خدامين أحزاب. Il faut qu'on retrouve ce grand peuple, la carafe des grands mondes, pour défendre sa patrie, pour défendre sa révolution. باش يدافع عن الشرف كذلك نتاعنا. يعني روح الانهزامية ما خصهاش تكون الصف نتاعنا أبدا. نوع من التحدي. الثورة الجزائرية ما تقدرش تقف على كل حال مكتوفة الأيدي، ما تقدرش تسكت، ما تقدرش تحط راسها، ما تقدرش تكون ذليلة، ما كانش ولا تكون النهاية نتاعها. Ce peuple est trop orgueilleux pour baisser la tête. القضية هي قضية نتاع رجال، والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل نتاع رجال، مشكل نتاع رجال. اختيار الرجال حتى نكون صريحين يعني، هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيد في هذا البلاد، أن لا سيد في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. لا سيد في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج، وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. صح المشاكل بيننا احنا كجزائر موالفين الرجال على كل حال، نحلوا مشاكلنا كعرف، نحلوا مشاكلنا بالزروطة إذا كان لازم الحل، ولكن نحلوها بيناتنا. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش مراقبة، ما فيش، أقصد المراقبة الإدارية، ما كانش عندنا إدارة كما راه موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهاز شكارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدراهم. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة
كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة، والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة بين المجاهدين كمجموعة اللي تعتبر المصير نتاعها واحد. الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. نعم، احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنالوش بلي رانا سيادك ولا نحن امراء عليك، ما قلناش بان احنا امراء على هذا الشعب. قلنا بلي رانا خارجين من وسط هذا الشعب ونعرف المشاكل نتاعو ونعرف الصعوبات نتاعو ونعرف الاحساسات نتاعو ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن ابناء شعب ونحن في خدمة هذا الشعب لا اكثر ولا اقل. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل، لأن قدنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا وما ننساهمش أبدا، وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا، عارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. يعني روح الانهزامية ما خصهاش تكون الصفوف نتاعنا أبدا. نوع من التحدي. طول الجزيرة ما تقدرش تقف على كل حال مكتوفة الأيدي، ما تقدرش تسكت، ما تقدرش تحط راسها، ما تقدرش تكون ذليلة، ما كانش ولا تكون النهاية نتاعها. Ce peuple est trop orgueilleux pour baisser la tête. القضية هي قضية نتاع رجال، والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل نتاع رجال، مشكل نتاع رجال. اختيار الرجال حتى نكون صريحين يعني، هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيد في هذا البلاد، أن لا سيد في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. لا سيد في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم ونفتخر به غدا ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأننا نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. صح المشاكل بيننا احنا كجزائر موالفين رجال على كل حال، نحلوا مشاكلنا كعرف، نحلوا مشاكلنا بالزروطة إذا كان لازم الحل، ولكن نحلوها بيناتنا. كنا مثلا في الجزائر كلها
وبدون مراقبة. ما فيش مراقبة، ما فيش، أقصد المراقبة الإدارية. ما كانش عندنا إدارة كما راه موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهاز شكارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدراهم. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. وانا نتذكر دائما تعليق تاع واحد من الاخوة المجاهدين في الماضي في سنة 56 عندما فوجئنا جميعا. قال كنا باغيين نعملوا ثورة، الشعب عمل لنا عرس. الشعب عمل لنا عرس معناه فتح الديار نتاعو وخرج الزرابة نتاعو ولا خرج العصاير نتاعو، كل شيء. قال يا مجاهدين تفضلوا. هذا كل وما أكسب فهو على كل حال تحت تصرف الثورة. وليست ثورة عائلة مالكة. الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، خدامين أحزاب. Il faut qu'on retrouve ce grand peuple, le cœur des grands mondes, pour défendre sa patrie, pour défendre sa révolution. باش يدافع على الشرف كذلك نتاعنا.